إزاي تاخد لقطة الشاشة في الكمبيوتر؟ عندك 4 طرق. أول طريقة بتضغط على ويندوز شيفت اس من الكيبورد، وبتختار من فوق من 4 حاجات: يا جزء رباعي من الشاشة، أو جزء دائري في الشاشة، أو تطبيق لوحده، أو الشاشة كاملة. والطريقة التانية هتروح للسيرش تحت وتبحث عن برينت سكرين، وتروح عليها وتأكد إنك مفعل برينت سكرين شورت كات. وبعد لما تضغط على الزرار ده في الكيبورد هيكون بديل لويندوز شيفت اس. ثالث طريقة معانا هتفتح صفحة الإشعارات من الكورنر تحت، وتضغط على سكرين سنيب وهياخد سكرين شوت. وآخر طريقة بتفتح برنامج سنيب سكتش وتضغط على نيو في الكورنر فوق عشان بقى تسيف سكرين شوت. بعد ما تاخد سكرين شوت هتروح لمكان الإشعارات وهتلاقي الصورة وتدخل عليها من هناك، وتضغط على زرار سيف وبتختار مكان اللي هيتسيف فيه. لو استفدت من الفيديو حط لايك، ولو عايز تشوف فيديوهاتي أكتر اشترك في القناة. وبكده عرفت